قبل ما يبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. بيبدأ فيلمنا بظابط الأمن طاي وهو بيصحى اليوم العادي وبيصحى أخوه علشان يروح المدرسة، وبعدها بنشوفه مستني صاحبه مايك اللي بيجي ياخده بالعربية بتاعته. وبعدها في شركة الأمن بنشوف اللي شغالين وهما بيحضروا نفسهم علشان يبدأوا يوم الشغل العادي، وبيقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. وبعدها بنشوف كل الحراس مع مديرهم وبيقول لهم إن في عربيات مدرعة جديدة وهتتدربوا عليها كلكم قريب. وبعد كده بنشوف مايك وتاي وهما بيستلموا الفلوس علشان يوصلوها وبيخرجوا وهما بيأمنوها، وبعدها بيركبوا العربية وجواها بيقول لهم بنز إنه شاف عربية بتراقبهم وبيمشوا بعدها، وفجأة العربية بتعطل بيهم وساعتها مايك بيقول لهم إن ده غالبا كمين، وفعلا بعدها بتظهر عربية سودا وبينزل منها اتنين وبيحطوا قنبلة على العربية. وقتها تاي بيتوتر جدا وبيخاف وكله مستني لحظة الانفجار، وأول ما بتنفجر بتطلع صواريخ ومايك وباقي زمايلهم عاملين مقلب فيه. وبعدها بنشوفهم في المطعم بيحتفلوا بتاي انه بقى حارس رسمي في الشركة، وبيقعدوا يضحكوا على المقلب اللي عملوا فيه وبيقعدوا يسترجعوا ذكرياتهم في الشغل مع بعض. وبعد كده وهم بيلعبوا بيقعدوا يقولوا لتاي على قصص سرقة العربيات المصفحة، ووقتها تاي بيسألهم عن شركتهم ايجل لو حصل لها سرقة، ووقتها بيقول له ريتشارد ان في مرة حارسين اتقتلوا في كمين عملوا 5 رجالة لكنهم ما سرقوش اي حاجة علشان الحارس الاخير قتل ال5، وبيقول له ان اشكر فيت مديرهم هو الحارس ده. وبعدها بيقول لهم مايك ان عنده قصة احسن، انه كان في شحنة ثمنها 4 مليون دولار رايحة مكان اسمه إبلين وفجأة وقفوا عند حادثة، بس ده كان كمين. ووقتها ثبتوا الحراس واضطروا يدوهم الفلوس، لكن الغريب في الموضوع ان عمرهم ما مسكوا اللي عمل كده ولا لقوا الفلوس تاني. وبعد كده بنشوف طي في البيت مع اخوه وبيقعد يزعله علشان بيرسم في المطبخ وبيقول له يقعد علشان يتغدوا مع بعض. ووقتها بيسأله طي اذا كان بيروح المدرسة فبيقول له ايوه انا بروح كل يوم، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض عن ذكرياتهم مع ابوهم وامهم، وباين فعلا من علاقتهم ان هم قريبين من بعض جدا. وبعدها بنشوفهم في الشركة مع المدير، وبعد ما الاجتماع بيخلص بيطلب طيب من المدير انه يزود له الشغل علشان الفلوس اللي معاه مش بتكفي الفواتير، لكن المدير بيقول له انه دلوقتي مش هيقدر بس وعده انه هيفكر في الموضوع. وبعد كده بنشوف طيب مع مايك في العربية علشان التدريب بتاع الشركة وبيبقى المدير بيتابعهم والوضع طبيعي. ووقتها طيب بيكلم مايك عن المشاكل في الفلوس اللي عنده وانه حتى المدير مش عايز يساعده. وقتها بيطمنه مايك وبيقول له انه قريب هيبقى معاه فلوس كتير وهيقدر يساعده. وبعدها بنشوف طي ومايك عند مطعم بياكلوا، وساعتها مايك بيقول له ان احنا هنسرق البنك كلنا وعايزينك في العمليه معانا، وبيقول له ما تخافش احنا هنخبي الفلوس وهنقول لهم اننا اتسرقنا. وبيكملوا كلامهم وهما بيتمشوا وبيقولوا المقلب اللي عملناه فيك ده كان تجربه للخطه، احنا هنعمل شبه عمليه ابلين اللي قلت لك عليها واللي فيها الحراس هم اللي سرقوا الفلوس لان مفيش اي حل تاني. ووقتها بيقول له طاي والبوليس هنعمل فيهم ايه؟ فبيطمنه مايك وبيقول له كل حاجه هتمشي تمام محدش هيتأذى وهناخد الفلوس. بس ساعتها طاي بيقول له انا مش معاكم وبيسيبه وبيمشي. واول ما بيروح طاي بيلاقي موظفة اجتماعية مع اخوه في البيت، واول ما بيقعد معاها بيعرف ان اخوه ما بيروحش المدرسة وانه كدب عليه، وبتقول له ان في مشاكل مالية عندك وكمان هياخدوا البيت وان كده الدولة هتاخد اخوك منك ومش هتبقى واصي عليه تاني. فوقتها بيتعصب عليها وبيقول لها انه مش هيخسر اخوه ابدا ومش هيسيب حد ياخده منه. وبعدها في الشغل بيدخل عليهم طاي وبيقول لهم انا معاكم بس من غير ما حد يتأذى. فبيطمنوا مايك وبيقول له ما تخافش محدش هيحصل له حاجه. وساعتها طيب بيقول له انا بعمل كده علشان اخويا ما يتاخدش مني. بعدها بنشوفهم جوه العربيات وبينزلوا يستلموا ال 42 مليون دولار وبيبقى قدامهم حراسه مشدده من البوليس، وبعدها بيبداوا يحطوا الفلوس في الصناديق وبعد كده بيخرجوا بالعربيات وبيمشوا في الطريق، وبعدها بيبلغوا القياده ان كل حاجه ماشيه تمام ومفيش اي حاجه. وساعتها بنشوفهم بالعربيات داخلين مصنع مهجور، وجوه المصنع بينزلوا الفلوس من العربيه وبعدها بيبداوا ينفذوا الخطه وينقلوا كل الفلوس وكل حاجه بتبقى ماشيه زي الفل. لكن فجاه ريتشارد بيشوف واحد في المكان وبيقول لهم بسرعه، فبيطلعوا يجروا وراه وفعلا بيقدر بينزل انه يوقفه لكن للاسف بيقدر يهرب منهم. وبس بيمسكوا مايك وبيفضلوا يتخانقوا هيعملوا ايه معاه بعد ما شافهم، وفجاه بيحاول الراجل انه يهرب منهم فبيضربوا بنز بالنار، وساعتها بتقلب خناقه كبيره جدا ما بينهم. ووقتها بيشيل طاير الراجل وبيحاول يوديه المستشفى، وبعد كده مايك بيشوفه وبيقول له يقف، وفي الاخر بيطلع مايك المسدس وبيقتل الراجل. وقتها طيب بيطلع يجري على العربيه وبيقفل على نفسه مش مصدق اللي حصل وخايف ان هم يقتلوه. فساعتها مايك بيقعد يقول له انه كان لازم يقتله علشان شاف وشهم وما يدخلوش السجن، وبيقول له وعدك مش هيحصل حاجه تاني. لكن بيقول له طيب وعدك ده ملوش لازمه معايا. وبعدها بيحاول طيب يبلغ البوليس في اللاسلكي لكنه ما بيشتغلش، فبيقرر يهرب بالعربيه، لكن بسرعه مايك بيركب العربيه التانيه وبيطلع وراه والمطارده بتولع ما بينهم، وبيحاول طيب يهرب بكل سرعه بس مايك وراه مش بيسيبه وبيفضل يخبط في عربيته علشان يوقفه، وبيحاول طيب
تفلت منه، لكن مايك مصمم، وفي الاخر بيقدر يخبط عربيته وفعلا بيوقفها جوه المصنع تاني. وساعتها طيب بيشغل سيرينة الانذار وصوتها بيبقى عالي جدا، وبيوصل بره لمطعم فيه ضباط شرطة. وساعتها دوبزي بيخاف وبيقول لهم انه هيهرب، بس ريتشارد بيوقفه في اخر لحظة. وبعدها بيقول لهم مايك ان البوليس هيجي كده كده، احنا نقسم ال 21 مليون اللي معانا على 5، ومعانا 40 دقيقة علشان نطلع تاي، ولما يجي البوليس هنقول لهم ان تاي مات بطل وهو بيحاول انه ينقذنا. وساعتها بيبدأوا يدوروا على اي حاجة يفتحوا بيها العربية، وبعدها بيبدأوا يحاولوا يفتحوها، بس وقتها بياخد مايك الحديدة وبيحاول انه يفتح العربية بكل قوته. فساعتها طيب بيشوف دوبز بيناديه وبيقول له ساعدني، فبيقول له دوبز انه مش هيقدر. وبعدها بنشوف باينز بيجيب بنزين وبيرميه على العربية، فبيحاول دوبز يضربه، لكن بينز بيديله بوكس وبيوقعه على الارض. وساعتها بيدخل الباقي وبيبعدهم عن بعض علشان ما تحصلش مشكلة كبيرة. وبره المصنع بنشوف ضابط البوليس بيوصل، وهم جوه لسه بيكملوا محاولة فتح العربية. وقتها ريتشارد بيشوفه بيقول لهم، فبيطلعوا يجروا كلهم. وبعدها بيطلع له مايك علشان يمشيه، وجوه العربية طيب بيحاول يشغل السرينة، وفعلا بيقدر يشغلها قبل ما الضابط يمشي. فوقتها باينز بيضرب الضابط وبيوقعه، وبعدها بيشد الضابط وبيدخل بيه للمصنع. وساعتها بيفضلوا يتخانقوا تاني والضابط بيموت تحتهم. ووقتها طيب بيخرج من العربية وبيروح يحط البنزين على الفلوس، وبشمروخ بيولع في الفلوس كلها، وبيجري يشيل الضابط وبيدخله جوه العربية. وبيحاول طاي انه يساعد الضابط علشان ما يموتش، والوضع بيبقى صعب عليهم وهم بره بيحاولوا يفتحوا العربية. وبره المصنع بنشوف ريتشارد بالعربية وبيروح لبيت تاي وبيخبط على الباب، فمحدش بيفتح. فبعدها بيدخل من الباب الخلفي للبيت. وفي المصنع بنشوف دوبزي بيتكلم مع تاي، وساعتها بيقول لتاي ان مايك شال صمام الكهرباء وهو محتاجه علشان تشتغل ونقدر نهرب. فبعدها دوبز بيجيبه من جيب الجاكيت وبيروح يركبه في العربية، وفجأة بيظهروا كلهم ورا دوبز، وساعتها بيقعدوا يترجموا ان هم ما يقتلهوش، فبيسيبوا مايك يمشي. وبعد كده بنشوف بالمر بيمشي مع دوبز وبيطمنه، لكن فجأة بيضربه بالسكينة وبيموته بكل وحشية. وبعدها بيرجع يكمل الشغل كأنه ولا حاجة حصلت. وجوه العربية بيطلع طاي الفلوس وبيبدأ يغطي الإزاز بيها، وبره بيحاولوا يبقوا أسرع في فتح العربية. وجوه العربية بيقدر طاي يفتح العربية من تحت، وفوق العربية باينز بيحاول يفتحها بكل قوته، وفعلا بيقدر طاي يطلعها من تحت. وبيجري على السطح بكل هدوء علشان ما يتشافش، وبيحاول يلقط الإشارة بأي طريقة. وساعتها بيسمع مايك صوت وبيقول لبالمر يروح يشوف في ايه. ووقتها بيقدر طاي يطلع على السطح ويلقط الإشارة وبيبلغ البوليس فعلا. وفجأة بيظهر وراه بالمر رافع عليه المسدس. وقتها بيقول له طاي ان كل حاجة انتهت وانت مش عايز تقتلني، سيب المسدس ومفيش حاجة هتحصل. وساعتها بالمر بيقول له تفتكر ربنا هيسامحني؟ وبعدها بينط من فوق السطح وبينتحر. وجوه المصنع لسه باينز بيحاول يفتح العربية، ووقتها بيقدر طاي يدخل جوه العربية تاني. وفي نفس الوقت بيوصل ريتشارد وبينزل من العربية وبيبقى معاه اخو طاي. فوقتها مايك بيقول لطاي يا تخرج يا هيموت، وبيحط المسدس على دماغه. وساعتها بيطلع طاي وبيدخل عليه باينز وبيضربه وبيرميه على الارض، وبيدخلوا يطلعوا الفلوس. واول ما بيفتحوا الصندوق قنبله بتنفجر فيهم كلهم وبتحرقهم. وبعدها بياخدهم طاي على جنب وبيقول لاخوه انه هيروح يجيب البوليس، لكن مايك مش بيموت وبيطلع ورا طاي بالعربيه علشان يخلص عليه. وطاي بيجري بكل سرعته وهو وراه مش سايبه، وخلاص سرعه طاي بتقل وهيوصل له مايك. فبيقدر طاي انه ينط جوه حفره ووراه عربيه مايك بتطير وبتتقلب جوه الحفره. وبعدها بيروح طاي ناحيتها وبيلاقي مايك بيطلع في الروح. وبعدها بنشوف طاي في المستشفى وقدر انه ينقذ الضابط. وساعتها بيروح مديرهم لطاي وبيقول له الضابط قول لنا كل حاجه وهيدوك مفاجاتك قريب. وساعتها طاي بيروح ياخد اخوه وبيروحوا وبيخلص يوم مش هينسوه في حياتهم للابد. وبكده تنتهي احداث فيلمنا. ما تنساش اللايك والكومنت لو الفيديو عجبك، ولو اول مره تتفرج علينا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد باذن الله. اشوفكم في الحكايه الجايه. سلام.